ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير، وحشتوني جدا جدا. اول حاجة ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفيني، فعلي الجرس على اشعار الكل هيوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديدة. تعالوا بقى نبدأ كده نحضر وجبة الفطار الحلوة دي، يعني بفرغ فيها كل طاقة سلبية جوايا، وكمان نتشجع مع بعض. واللي بوظ الدايت الفترة اللي فاتت يستعين كده بالله ونبدأ مع بعض من أول وجديد. أنا شخصيا بدأت من أول وجديد، وربنا كده يقوينا جميعا، لأن الموضوع فعلا مش سهل. الموضوع بيكون صعب، أيوة بيكون صعب في الأول، ودايما بداية أي حاجة بتكون صعبة. فيعني لو خدتي الخطوة كده في الأول إن شاء الله ربنا يسهل وتكمل على خير. وهقول لكم برضو على الأخطاء اللي أنا وقعت فيها عشان يعني ما تتكررش تاني. المهم يا بنات، كنت شارية بقى اللي هو خبز جدي ده تورتيلا، في بقى منه بالشوفان، في منه مثلا بالشعير، قمح كامل عالي البروتين. ففي بقى انواع منه كتير قوي. ده بيكون شكل الارغفه كده، بيكون عيش طبعا قليل السعرات الحراريه. فالباكت بيكون فيه 7 ارغفه وسعره 42 جنيه. فانا شايفه ان هو الافضل ما بين انواع تانية كتير. وكمان النوع ده ينفع ان انتي تاكليه عادي من غير ما تحمصيه. ده غير خبز ريف. خبز ريف لازم ان انتي تحمصيه، مش هتعرفي تاكليه غير لو حمصتيه. عملت معاكم قبل كده خبز ريف وعملته كده زي شرايط ولفته سمبوسه، وكنت بحمصه في القلاية الهوائية. فعشان تعرفي تاكليه لازم تحمصيه. انما لوحده كده هتحسي ان انتي بتاكلي نشارة تحسي ان انتي بتاكلي خشب. فطعمه فعلا بيكون غريب جدا. انما خبز جدي ده حلو قوي، وتاكليه كده لوحده مثلا سندوتش جبنة او مع بيض او مع اي حاجة يعني عايزة تفطري بيها. بس تاخدي بالك ان هو بيكون يعني بيفرول بسرعة، يعني ما تزوديش بقى فيه خيار وطماطم عشان بتحس ان هو بيشرب معاكي السوائل، فممكن يتهري بسهولة. وعامة مخبوزات القمح الكامل عشان بيكون الدقيق فيها مفهوش عرق، زي مثلا القمح الكامل او دقيق الشوفان او دقيق الحمص ايا كان. فكل الحاجات دي مفيهاش عرق، فبتحسي ان هي مش بتتحمل معاكي ان انتي تزودي فيها اضافات كتير، او ان انتي تعمليها سندوتشات، يعني ايه، تفنني فيها شوية في السندوتشات. فالمهم كده يا بنات، عملت بقى سندوتش جبنة بسيط جدا. ودي جبنة كاريبي طبيعي. كل الجبن الطبيعي معانا في الدايت، انما الجبن اللي هي النباتي اي نوع تقابليه قدامك كده مكتوب عليه نباتي ايا كانت الماركة ايه، بلاش تاخديها في الدايت لان فيها كمية دهون عالية جدا. في كده بيجي اسمها الاكسلانت تقريبا او الاكسلانس حاجة زي كده. فالمهم هو بيعمل ريفيوهات يعني عن انواع الجبن وبيجيب مصادرها ايه والالبان وكل حاجة، عامة شوكولاتة حاجات زي كده. فلو شفتوا الحلقة اللي هي فيها الجبن النباتي هتلاقي فيه كمية دهون غير طبيعية موجودة في الجبن العادية اللي هي زيوت النخيل. فهنبعد بقى عن الجبن النباتي ونخلينا بقى في الانواع الطبيعيه، سواء مثلا هي الجبن اللي بتتباع سايبه او جبنه رودس او جبنه جرينلاند. اي جبن طبيعي هتكون ممتازه قوي. بتاخدي مثلا في حدود مثلا 100 جرام، 50 جرام، معلقتين كده كبار من الجبنه، وبتفرديهم بقى على اي مثلا عيش عندك، سواء مثلا خبز زي اللي هو خبز جدي، او مثلا عيش توست نص رغيف بلدي. اي عيش قمح كامل هيظبط معاكي كده في وجبه الفطار عشان نظبط سكر الدم. لان الحاجة اللي بتدخلنا في حالة من الجوع ان يكون سكر الدم عندنا عالي. يعني الفترة اللي فاتت انا كنت مثلا ايه، بفطر بقى شاي بلبن وكحك وبسكوت وشوكولاتة وحاجات زي دي. فانا باخد كده اول ما بصحى منهم سكريات، فكل السكريات دي بتاخد فترة وتتحرق، وتلاقيني بعدها مثلا بساعة ولا حاجة محتاجة ان انا اخد سكريات تاني. ونفضل بقى طول اليوم في الدايرة دي مش بنخرج منها، ان احنا جعانين على طول، جعانين وعايزين ناكل، وسكريات بقى ونشويات. فطبعا كل الحاجات دي بتأثر معانا. انما لو استبدلنا اللي هو السكر الابيض العادي بالسكر الدايت، زي مثلا نوكال او اي نوع انت بتفضليه، لو بدلتي العيش اللي هو الابيض او العيش اللي هو الفينو والحاجات دي، بدلناها بعيش قمح كامل، سواء بقى تورتيلا او توست او اي انواع عيش، هتفرق معاكي جدا. بالنسبة بقى للمشروبات، الشاي باللبن والنسكافيه والكابتشينو والحاجات بقى الحلوة دي، برضو نقلل منها قدر المستطاع. لو تلاحظوا هتلاقوني دايما بشرب بقى الفترة دي كركديه، ينسون، شاي بالنعناع. فالحاجات دي مسموح بيها برضو بسكر دايت. انما ليه بقى اللبن مش مسموح بيه بكمية كبيرة، ولا الكابتشينو ولا النسكافيه؟ هنزل لكم بس هنا ايه، زي صورة كده كنت بسأل شات جي بي تي، فليه احنا مش بناخد لبن ولا نسكافيه ولا حاجات من دي وقت الدايت. فطبعا هتلاقوا كده الإجابة، لأن الحاجات دي بتكون مشروبات بس بتجمع سعرات حرارية، واحنا عايزين نقلل من السعرات الحرارية. يعني ممكن تاخدي سعرات حرارية وانتي مش بتحسي، تكوني ما بتاكليش اي حاجة طول اليوم، بس بتاخدي المشروبات دي فبتزود معاكي السعرات الحرارية، وده اللي احنا عايزين نقلله. فعشان كده كل الدكاترة تقولك قللي من كمية اللبن
عشان هي بتتحسب وجبة. يعني الدكتور كان قايل لي لو عايزة بقى نسكافيه او عايزة مثلا شاي بلبن معاه مثلا بسكوت شوفان اللي هو بسكر ستيفيا، دي بتتحسب وجبة فطار، فبتتحسب عليكي وجبة. وكمان ما ينفعش ناخدها اول ما نبدأ دايت، يعني يعدي بس كده شهر ولا شهرين وتبدأي بقى تدخلي مثلا مرة في الاسبوع اللي هو بقى شاي بلبن نسكافيه بلاك مثلا، ومعاه بسكوت شوفان بسكر ستيفيا او مثلا بسكوت ويفر، يعني على حسب بقى اللي انت تحبيه. المهم كده حبايبي، عملت بقى وجبة الفطار الحلوة دي، وشربت بقى معاها ينسون، وعملت سندوتش كده جبنة وقطعت جنبه خيار. والسناك بقى اللي كنت هاخده بعد ما اخلص مثلا الوجبة دي بساعتين، ان انا كنت هاخد 7 حبات من اللوز، برضو من الحاجات اللي فيها سعرات حرارية، فبتكون محسوبة ان انتي تاخدي كده كام حبة. هي المفروض تاخدي قبضة الايد شوية مكسرات كمثلا سناك بين الوجبات، انما انا اخدت 7 حبات بس. تعالوا بقى نشوف شوية المشتريات اللي انا جبتهم. طبعا انا عندي بقى جبن وحاجات كده زي ما شفتوا معايا في الفيديو اللي فات، وكنت نازله فتح الله عشان اشتري علب فول اللي هي علب الفول المدمس دي، انا بحبها جدا. فلقيت نفسي سرحت بقى واشتريت كذا حاجه تانية، من ضمنها اللي هو بقى عسل الجلوكوز ده. عجبني قوي ان العبوه دي كيلو على بعضها، وكمان كده الغطا اللي فيها في مكان بقى ان انت ترشي منه ومكان تاني ان انت تصب منه. فالمهم الكيلو كان عامل 50 جنيه، ده شاريه من عند ميدو. في كمان بقى الفول، يعني بجد انا بحب جدا نوعية الفول دي. ده فول مدمس مقشور، في منه السادة وفي منه اللي بالطحينة، بس انا بحب اللي هو السادة. وانا بقى ازود الاضافات من عندي زي اللي هو زيت الحار بقى وشوية طحينة صغيرين. فالمهم العلبة دي بتكفي معايا 3 وجبات، يعني تكفيني لمدة اسبوع وجبتين فطار ووجبة غدا. وسعر عبوة الفول 21 جنيه، ده في العرض اللي هو موجود عند فتح الله. في بقى الجبن الحلوة جدا زي مثلا جبنة رودس اللي هي الطبيعي، وفي كمان عبور لاند الجبن الطبيعي اللي هي لبن طبيعي 100%. برضو الجبن دي موجودة معانا في الدايت وحلوة جدا. والجبن الموتزاريلا برضو الطبيعي معانا في الدايت. فعلبة جبنة رودس سعرها 40 جنيه اللي هي 250 جرام، وجبنة عبور لاند سعرها 35 جنيه برضو جبنة طبيعي. كنت شارية بقى كمان لانشون لان انا بحب اللانشون جدا. فكيلو اللانشون اللي حامي عند فتح الله ب220 جنيه. فبتختاري بقى الطبق اللي انت عايزاه بالوزن والسعر، ربع كيلو اقل ازيد، فكل طبق بيكون مكتوب عليه. كنت شارية بقى شوية حاجات من عند ميدو زي الفول الصويا، وفي كمان اللي هي علبة المكسرات المشكلة وعلبة اللوز. وكنت جايبة اللي هو العسل الجلوكوز والكورن فليكس. فكنت داخلة ميدو عشان اشتري اللي هو الفول الصويا، بس لقيت نفسي طلعت بريسيد معدي 300 جنيه. فالسوبر ماركت لو ما خدتيش بالك وانتي بتصرفي تلاقي نفسك اتدبستي في مبلغ جامد. فكنت شارية بقى علبة اللي هي الكورن فليكس دي، وتقريبا كيلو الكورن فليكس عند ميدو سعره 80 جنيه. وفي كمان خلطات ويلز، كنت عايزة اجرب بقى اللي هي خلطة التندوري دي اللي هي الفراخ اللي بيكون لونها احمر. فلقيت بقى خلطات ويلز عاملين الخلطة دي، فهشتري بقى فرخة كده تكون كاملة على بعضها واجرب معاكم الخلطة دي واقول لكم رأيي فيها وبرده كان ناقص من عندي اللي هي خلطة الكفتة دي من شيفي، وبرده في خلطات الكفتة من ويلز وخلطات الكفتة من ماجي حلوين قوي. ودي اللي هي اكياس الفيجيتار اللي هي بتكون متبله، انا جايبها عشان اعمل بيها ناجتس للبنات. فبرضه جبت كده 2 باكت، ده كده الحار وفي منه كمان البارد. الباكت ب5 جنيه ونص. وبالنسبه للخلطات اللي هي خلطه الكفته ب12 جنيه، وكيس خلطة الفراخ التندوري ب15 جنيه. وزي ما قلت لكم كنت رايحة اشتري اللي هو فول الصويا، بشتري بقى كل فترة كده نص كيلو، بشتري ربع كيلو. المهم ده بيكون شكله، والكيلو ب58 جنيه او ب57 جنيه حاجة زي كده. فطبعا يعني بيفرط بقى معاكي، بتلاقي الكمية كتير قوي. وفي كمان عرض حلو قوي عنده على المكسرات. العلبة دي بيكون وزنها ربع كيلو، بتكون مشكلة، بس طبعا يعني اللي في البيت قاموا بالواجب وخلصوها، فكان عليها عرض ب150 جنيه. واشتريت بقى علبة اللوز اللي هي الصغيرة دي 125 جرام ب60 جنيه، فبرضه طعمه حلو جدا. فدي كده الحاجات اللي اشتريتها من عند فتح الله. وكمان كنت رايحة فتح الله عشان اشتري علب الفول وعيش التوست ده من بيكي بيكر. يعني الباكت ده بيفضل معايا مدة طويلة جدا. التنوع بقى ما بين العيش ده والعيش البلدي واي مثلا عيش تاني عندي تورتيلا او اي حاجة، فبيكفيني الشهر كله، اللي هو كل يوم في الفطار باخد حاجة مختلفة. وفي كمان بقى العيش اللي هو بالردة ده، برضو يعني تقريبا ده موجود بقى في القاهرة، ومعرفش موجود في محافظات تانية ولا لأ. بيكون عيش كده تخين شوية ومعمول بالردة، برضو حلو جدا. فكنت شارية كيس منه، الكيس كان ب20 جنيه، فيه تقريبا 10 أرغفة، في منه الصغير وفي منه اللي هو الكبير. برضو أوفر كتير من ريتش باك اللي كنت شارية ال5 أرغفة منه أو ال4 أرغفة
سعرهم كان 26 جنيه. فجبت بقى الحاجات اللي انتوا شفتوها دي يا بنات، ودي الحاجات اللي كانت ايه ناقصاني انا شخصيا. يعني ما علينا بقى من حاجة البيت، كام حاجة بس اللي جايباهم للبيت، بس ايه معظم الحاجات هتكون خاصة بيا. فبدأت بقى ان انا ايه ارجع كل حاجة مكانها. ده بقى كده العلبة اللي فيها كل الخلطات. فلسه برضو عندي شوية خلطات كده باقية، في كمان خلطة الفاهيتا واي بقى خلطات، مثلا باخد نص الباكت وبشيل اللي هو النص التاني، بقفلهم بقى وبسيبهم في علبة وبيفضلوا معايا لحد ما استخدمهم مرة كمان. وهرجع بقى كل حاجة مكانها تاني. وتعالوا بقى اقولكوا على الاخطاء اللي احنا بنقع فيها مع الدايت. طب هو احنا السؤال اللي دايما بنسأله نفسنا، احنا هنفضل طول عمرنا عاملين دايت؟ للأسف الشديد ايوه، هنفضل طول عمرنا ماشيين على نظام غذائي. لو عكيتي شوية الدنيا هتبوظ معاكي زي ما حصل معايا. انا بقالي تقريبا سنة ونص محافظة جدا على الاكل اللي باكله، والدنيا معايا تمام. كنت بزيد بس مش زيادة جامدة، انما وقت ما قلت انا زهقت من الدايت ومش عايزة اعمل دايت تاني وعكيت الدنيا، رجعت تاني اكتسبت وزن زيادة تاني ورجعت من اول وجديد هعمل دايت من اول وجديد. فاحنا هنتعامل بقى مع الدايت وهنصاحبه، لان انتي لو عملتي مثلا عملية تكميم فانتي برضو بتمشي على نظام غذائي. رحت برضو عشان اخد حقن اللي هي المونجارو، برضو يعني حواراتها كتير. برضو هتمشي على نظام غذائي، وان انتي لا هتاكلي سكريات ولا هتاخدي حاجات فيها دهون ولا نشويات ولا اي حاجة. فسواء تكميم سواء مثلا حقن المونجارو، فانت كده كده هتقفلي بقك ومش هتاكلي حاجات بكميات كبيرة. فيعني ايه استسلمت بقى للامر الواقع، وهبدا ان انا انظم اكلي، وابدا ان انا احب بقى فكرة الاكل الصحي تاني، ووجباتي كده تكون منظمة، واعمل الاكل بطريقة حلوة. وده اللي هتشوفوه معايا ان شاء الله خلال الفيديوهات الجاية. فالمختصر المفيد ان احنا نحب فكرة الاكل الصحي ونتأقلم عليها عشان لا مفر منها. فشوفي ايه اكتر حاجة هتساعدك نفسيا ان انتي تبدأي وتاخدي الخطوة دي وتستمري عليها واعمليها. انا شخصيا لما بنوع مثلا في انواع العيش بحس ان انا مبسوطة. لما ببدل مثلا واشتري مثلا بيبسي دايت، لان انا يعني عندي شراهة شرب البيبسي، بحب البيبسي جدا. فهبدأ برضو ان انا استبدله واجيب بيبسي دايت، وبدل ما بشرب كتير قوي على مدار الاسبوع هخليها مرة واحدة بس. ممكن مثلا ان انا اللي هو البسكوت الويفر والبسكوتات اشتري بسكوتات بسكر ستيفيا، في شوكولاتة بسكر ستيفيا، العيش يبقى قمح كامل، التوست قمح كامل. فهبدل كل الحاجات بحاجات صحية. فاهمين قصدي؟ فبحس الموضوع ايه هيكون اهون علينا شوية، اللي هو هنساعد نفسنا ومش هنستسلم، لان الاستسلام وحش ومش هتاخدي نتيجة من الاستسلام. لو استسلمتي الدنيا هتبوظ معاكي اكتر، وعشان تبدأي تاني من اول وجديد بيكون الموضوع مرهق جدا. فالله المستعان، وربنا يقوينا جميعا كده ونشجع بعض كلنا. وانا بدأت وان شاء الله حبايبي كده اللي ايه عكوا الدنيا ما تحسسونيش ان انا لوحدي، ونبدأ تاني من اول وجديد مع بعض. وهنزل لكم كل اسبوع النظام اللي باخده من الدكتور، واقول لكم برضو على الحاجات اللي هو قال لي عليها. وبالنسبة للأدوية اللي أنا باخدها، طبعا أخدت أدوية تقفل معايا الشهية ويعني تساعدني في الموقف الصعب اللي كنت فيه، لأن ما كنتش عارفة أبدأ خالص. يعني فكرة إن أنا أبدأ دايت دي ما كنتش عارفة أبدأها. فدايما بروح كده إيه لدكتور أحمد، وهو إيه بيظبط الدنيا. فطبعا أنا باخد أدوية، أيوة باخد أدوية، بس أنا باخد شرايط. وطبعا لما بنزل أدوية بيجي عليها جدال كتير جدا، الناس تقول صح والناس تقول غلط. فالمهم يعني أنا متابعة مع الدكتور ده وبثق فيه جدا، وما شفتش منه غير كل خير. فبالنسبة لأدوية التخسيس لازم تتاخد من مصدر موثوق منه، وهي بتساعدنا، أيوة بتساعدنا إن احنا يعني نبدأ الخطوة الصعبة دي، لأن في الأول بيبقى عندنا شراهة فمش عارفين إن احنا نتحكم في الشهية. فالأدوية دي طبعا بتساعد، أيوة بتساعد، وعن تجربة مش مرة ولا اتنين، ده مرات كتير قوي. ولو في أماكن في جسمك مضايقاكي، في برضو الحقن الميزوثيرابي برضو بتكون من الحاجات الحلوة جدا، بس تحافظي على اللي انتي بتاخديه. ففي فيديو تاني بقى اتكلم معاكم باستفاضة عن النقطة دي. فوانا بقى بتكلم معاكم عملت الغدا القمر ده، وطبعا انا ماليش علاقة بالغدا ده خالص، انا بعمل اكل تاني لنفسي. فعملت لهم بقى ملوخية وفراخ ورز ابيض وبتنجان بقى مقلي كده وعليه دقة. وعايزة اقول لكم بياع الفراخ اللي شارية منه اخر حاجة، يعني اخر فراخ شارياها حقيقي اكتر حد عنده ضمير. اول مرة اسلق فراخ يعني اكون جايبة وراك كده كبيرة، انا دايما بشتري وراك كبيرة وبعد التسوية بلاقيها كشة النص. فزي ما انتوا شايفين الوراك زي ما سلقتها زي ما خرجتها من الشوربة بجد ما كشتش ولا اي حاجة خالص. فبجد الراجل ده عنده ضمير جدا جدا. في بياعين تانيين بحس ان الفراخ بتكون شاربة مية كتير قوي فعشان كده بتكش، انما ده عنده ضمير. والحمد لله ان لقيت محل اخيرا
بيبيع فراخ مش بتكش النص بعد التسوية. فعملت لهم بقى وجبة الغدا الحلوة دي، رز ابيض وملوخية النيل بقى من افضل انواع الملوخية اللي جربتها، ومش بجرب غيرها ولا بجيب غيرها. لا الملوخية ولا البامية، منتجاتهم حلوة جدا. فعملت لهم بقى الوجبة الحلوة دي، وكمان الفراخ دي حمرتها في القلاية الهوائية. فهم بقى اكلوا الوجبة دي، وانا عملت وجبة تانية خالص غير الاكل اللي هم بياكلوه. لو عايزة اكل معاهم من نفس الاكل، فخلاص انا هاخد الفراخ كده واشيل الدهون من عليها، لان هي اصلا فراخ مسلوقة. فعشان كنت عاملة وركين، فيعني كنت مقسمهم على 4 قطع. فاخدت بقى صينية تانية كده وشوية صغيرين من الملوخية، وما اكلتش الشوية دول، يعني بالمعلقة كده اخدت معلقتين بس فقط لا غير، عشان كان نفسي فيها. وكان عندي بقى شرايح كده من الفراخ. ان شاء الله تشوفوا فيديو تاني فيه بقى وصفات، يعني عاملة لنفسي كده منيو اكلات على مدار الشهر حلو جدا. وممكن الفيديو الجاي هنا على القناة يكون فيديو اللي هو بقى فيه التفريزات دي، مش عارفة لسه ترتيب الفيديوهات هيكون ايه. المهم يعني كنت عاملة كده قطعتين من صدور الفراخ، متبلاها بقى بتتبيلة كده حلوة، وعملتهم في القلاية الهوائية. وطبعا كوباية مية كبيرة قبل اي وجبة. والعيش بقى القمح الكامل. وقطعي بقى الخضار الموجودة عندك، عايزة تاكلي بخيار، عايزة تاكلي مثلا بفلفل اخضر. انا اخدت كده معلقتين ملوخية بالمعلقة، يعني معلقتين بالعدد اللي اخدتهم. واخدت بقى الرغيف اللي هو الصغنن ده، هو قد كف الايد. اخدت قطعة فراخ واحدة وعليها بقى شوية كده من شرايح الفلفل الاخضر. ودي كانت وجبة غدايا. وعملت بقى الغدا للبنات، ويعني اي بقى وجبة غدا حاسة ان هي هتكون مثلا فيها سعرات حرارية عالية، وهقعد بقى ايه اكل معاهم. فبحاول ان انا اعمل صينية كده لوحدي، اكل واستمتع بيها. وحتى كنت حابة فكرة ان انا باكل كده اكل مختلف شوية عنهم. طبعا لو مفيش بقى لحمة او فراخ او سمك، ممكن بقى تستبدليه بتونة، 2 بيضة، 4 معالق فول. يعني اي بروتين عندك سواء نباتي او حيواني يمشي معانا وحلو قوي. وطبعا شطبت بقى الحوض، ويعني البنات بقى تغسل مواعين وانا شطب المطبخ. هم يغسلوا وانا ارتب الادراج وارتب كل حاجة مكانها. وكفاية بس لحظة السعادة كده لما تلاقي الحوض فاضي وصفاية الاطباق فاضية والبوتاجاز متلمع والرخام كده مترتب، بجد من لحظات السعادة يعني اللي بتخليني مبسوطة. ان انا برضو اقعد في المكان اللي انا قاعدة فيه يكون مترتب كده وهادي وجميل. كل الحاجات دي يعني باخد منها طاقة ايجابية. واوقات تانية مش بيكون ليا نفسي اعمل اي حاجة خالص، يعني الدنيا تضرب تقلب وانا ولا في الدماغ، مش في دماغي اي حاجة خالص. عايزة اقعد كده مستسلمة، مش عايزة اعمل اي حاجة. وطبعا لما بيدق بقى النشاط بابنا بنقوم نعمل كل الحاجات اللي محتاجة انها تتظبط. وبالنسبة بقى لوجبة الغدا، عشان ما شرحتش بقى ايه بكل التفاصيل عليها، هبقى انزلها لكم بالتفاصيل في فيديو المنيو الاسبوعي. وبس كده يا حلوين، ده كده كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ويوم جديد، ومع الف سلامة.